مغربيه كانت متهمه ب 25 سنه حبسا اللي طلبت فيها النيابه العامه هنا في اسبانيا. الاسبانيول ما يفهموناش، حنا أمة نضرب ولادنا بالفطرة، ماشي معناتها ما نبغوهمش او نكرهوهم، حنا داينها كهواية باش نفوتوا الوقت. الام لا ما عندها ما دير ولا الخال ولا العم مسموح لهم تاني يضربوا الولد، ما عندنا حتى مشكلة. وانتم اسبانيول تجوا عند هاد المهجرين هنا وتبقوا تعاقبوهم وتدوا لهم في ولادهم، حنا هكا تربينا. اين هي المشكل؟ وهاد المرأة درتو لها 25 سنة سجن، ولكن ما قلت لهاش اختاري بين تفوتي 25 سنة في السجن مع الكفار في اسبانيا في مدريد مثلا، او يدوك يطلقوك في بلادنا بدون سجن. بطبيعة الحال كتخير تدخل تفوت 25 عام في السجن في اسبانيا ولا العيش في بلادنا. هذه معلومة الارض وتعدت عليها وخلتها في واحد الوضعيه اللي خايبه وسبت لها. وهاد البنت الصغيره دروك اللي غادي نهضروا عليها انا ما شفتهاش لا من ضربتها ولا من، لان حنا نضربوا دوك غادي تكبر مع امها، وكل ما دير شي حاجه تقول لها شتي يا بنت الحرام، شفتي انت عاده قد نهارك ودخلتيني للحبس، حكموا عليا ب 25 عام وزايده في عماك، انت تريكه نتاع الخلاق. تبقى دائما هكا مع بنتها، جبت لها المصائب وهي صغيره. انتصار للعداله وانتصار للمحامي الكبير والصديق العزيز الاستاذ هلال تاركو. اول حاجه كنهني الاخت المغربيه بالبراءه اللي كانت كطالب النيابه العامه ب 25 سنه سجنا في حق المغربيه. اخر المطاف خرجت ببراءه بفضل المحامي الكبير المحنك الاستاذ هلال تاركو. صراحه اليوم كان واحد نهار كبير. وهذا البنت اذا تخلطت عليها في حياتها من تكبر غادي تقول علاش النهار الاول من شدوا اما تضربني او رماتني ضربتني مع الارض ولا حاجه، علاش ما داونيش عائله واحده اخرى اسبانيوليه ورباتني. القران خير من هذه الوضعيه دروك. هذه شي السير غادي ملي تكبر تقولها. دروك غادي نولوا للمحامي اللي راهي هضر عليه هذا، ما اسمه هو قالها ما حفظتش اسمه، وشكراه ومشكور وخرجها من السجن ومن الكفاءات العليا في اسبانيا. واخويا انا بغيت نقول لك غير حاجه، بين هاد الكفاءات على خونا الزفزافي اللي قال بنوا مستشفى ودخلوه 20 سنه للحبس. هضر على المعتقلين مادام انت محنك كما سماك عندك الحنوك، تكلم على خوتنا اللي راهم في السجون المعتقلين، تكلم على اغتصاب الاطفال، تكلم على دعارة الاطفال. اذا نبقى حنا غير مع الاطفال اللي بلا دراسه في القسم ساكن البرد والثلج. يلا المحنك تهضر عليهم، حتى ولو ما تهضرش عليهم على الاقل بين للعالم باللي هذه المراه كغيرها من المهجرين هاجروا الى اسبانيا والى انحاء العالم. علاش؟ لان كان مراهم ديكتاتور بالعصا والقرطاس. فرح مزيان المغاربه انتصروا تبارك الله ما شاء الله، والعداله حتى هي انتصرت وهربهم. هذه خص تكون عرفتها البنت هذه من تكبر. علاش؟ زادت في اسبانيا. وانت على الاقل الا ما قدرتش تهضر او ما عندكش الشجاعه على الاقل دير الصوره نتاع الزفزافي واللي تعرفهم من المعتقلين في بلادنا، ديرهم موراك هكذا، وحده منا على الاقل، وكل مره تكلم عليهم، غير تكلم عليهم حتى ولا ما قدرتش دير والو.
هذه انا نعرف ان المحامي المحنك بلا حنوك. امي شاطر، كنهنيك الاستاذ هلال تاركو من هذا المنبر هذا. الضحيه راها جاتها فرصه العمر باش تمشي تعيش في وسط عائله اسبانيا وتطلع ما خصها والو، ولكن القدر ما سعفهاش. يعني هما هجروهم وتبعوهم كل شيء، حتى هاد الناس هذا يسموهم محامين عاودوا يلحقوهم حتى للبلاصه وين كاينين عايشين. السحر، الشعوذه، الفقيه، الرقيه، اخراج الجن، الحجامه، الزينه، الدعاره، كل شيء لحقهم، زادوا لحقوهم هاد الناس ثاني محامين لحقوهم حتى للخارج.